السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ انا بس عايز اقول حاجة لكل الناس اللي عايزة تسافر الامارات. دي نصيحة مني. مفيش اقامات غير في دبي. اي امارة تانية في الامارات مفيش فيها اقامات للمصريين. يعني صعب جدا، مقفولة بجد، فعلا مقفولة. تاني حاجة، تمن الزيارة ال3 شهور ب1200 درهم او 1100 درهم او 1000 درهم حسب المهنة تقريبا في الجواز. آه، هي تمنها 1200 درهم، يعني 6000 جنيه أو 7000 جنيه. لأن بصراحة في الفترة الأخيرة في ظاهرة غريبة جدا بقينا بنشوفها هنا. ناس كتير جدا جدا جاية من مصر. الناس دي يقولك أنا جاي زيارة 3 شهور ودافع فيها 30 ألف جنيه و35 ألف جنيه و28 ألف جنيه. الأسعار اللي بقولها لكم دي أنا سمعتها من الناس فعلا، يعني مش بجيب حاجة من دماغي. اولا تمن الزياره 3 شهور زي ما قلت لكم، بكرر كلامي، 1200 درهم او 1100 درهم او 1000 درهم حسب المهنه تقريبا، او اقل او ازيد في الحدود دي يعني في حدود 5500 6000 جنيه، مش اكتر ولا اقل. دي حاجه. الحاجه التانية، مفيش اقامات للمصريين غير في دبي. فالناس في دبي اصحاب القهاوي، اصحاب الشركات، اصحاب اي شيء، بيجيب الولد او الشاب اللي جه، بيشغله عنده شهر التاني، وفي نص الشهر التالت بيقول له ده انا قدمت لك على الزياره واترفضت لان مفيش اقامات، وحاولت لك وكلام فاضي من ده. طبعا هو استفاد منه الشهرين ونص دول، واداله راتب 1000 جنيه ولا بتاع، قصدي 1000 درهم ولا 1500 درهم. يعني اصبح هو جه اشتغل شهرين ونص او 3 شهور ب 3000 درهم مثلا، حصلهم يعني 15000 جنيه او اقل كمان. وضاع عليه تمن التذكرة، وضاع عليه فلوس الزيارة، وضاع عليه يعني. في ناس كتير جدا يعني كمان بصراحة في عجمان قابلت ناس بجد والله العظيم حاجة توجع القلب يعني. الناس نايمين في المسجد في عجمان، 7 شباب. ال7 شباب دولت من المنيا تقريبا، او من فين، هم من الصعيد يعني. حد اخد منهم في مصر 32 ألف جنيه من كل واحد، زيارة 3 شهور، وقال لهم هأمن لكم وهعمل لكم وشغل وسكن والدنيا تمام. الشباب ده جه هنا، ولما نزلوا في المطار هنا في مطار الشارقة، ده اللي اتحكالي والمكالمة متسجلة معايا على فكرة. قالوا لي قابلنا واحد اخد مننا كل واحد 400 درهم. قال عشان انا هأمن لكم سكن وأمن لكم شغل ب 400 درهم. ده 400 درهم بقى ما اعرفش هو اخدها منهم ازاي، زي مثلا كوميشن او اخدها كده يعني زي دخان او بقشيش، ما اعرفش هو اخدها ازاي. المهم اخد منهم من كل شخص فيهم 400 درهم من ال7 اشخاص، وخرج بره المطار وقفل تليفونه ومشي. فالناس ما عادش عندها بجد ضمير، ولا ايه اللي بيحصل يعني؟ الناس بتاكل في بعضها ولا في ايه؟ انا مش عارف. يعني ازاي زيارة تمنها 1000 درهم انت تاخد منه تقريبا اكتر من 5000 درهم؟ يعني ازاي زيارة تمنها 1000 درهم انت تاخد منه 5000 درهم؟ يعني ليه؟ والناس اللي هي بتروح تاخد الزيارة وفرحانة انها مسافرة الامارات وتدفع فيها 30 ألف جنيه. طب انت مالكش حد في الامارات معلش يعني انك تسأله الزيارة عندك بكام؟ مكاتب يعني مكاتب السفريات في مصر، مش كل الناس، في ناس جدا محترمة وفي ناس بتخاف ربنا وبتخاف ضميرها، بس في ناس لا عندها ذمة ولا عندها دين ولا عندها ضمير ولا عندها بص، ولا تعرف حاجة عن الإنسانية. يعني ازاي يعني ياخد منك مبلغ زي كده وفي الآخر تيجي هنا يرميك في الشارع ولا أكنه يعرفك؟ فأنا بنصح للناس اللي عايزة تيجي الإمارات، قبل ما تيجي اسأل وتأكد واعرف. لما واحد في مصر يقولك انت هتروح إقامة، يعني واحد في مصر يقولك انت هتروح إقامة على الإمارات والأمور تمام وهتدفع 40 ألف جنيه، مش عيب انك تسأل حد هنا في الإمارات؟
عادي يعني وسائل التواصل دلوقتي بقت سهلة جدا وبسيطة، بالواتساب بالفيسبوك اسأل الناس كلها يا أخي. قول له في شركة عندك اسمها كذا كذا. كان في ناس جاية من مصر من فترة قالوا لي عاطف احنا جايين واسم الشركة كذا 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 ومكانها كذا كذا كذا. اتصل بالشركة، مفيش لهم أصلا رقم أرضي. اسم الشركة مفيش أصلا، الشركة دي مش موجودة ولا لها أي وجود أصلا من الأساس. والموضوع كان نصب في نصب. اتصلت على الناس في مصر قلت لهم يا جماعة مفيش حاجة اسمها كده والشركة دي مش موجودة، وانتوا حرين بقى، حابين تدفعوا للمكتب ادفعوا ومش حابين براحتكم. طبعا في ناس قال لك يا عم لا لا هو مش عايزنا نسافر وكلام من ده، ولا يا عم احنا هندفع ونسافر. الناس غمرت وراحت دفعت كل واحد 40,000 جنيه، وللأسف جم هنا مرمين في الشارع ورجعوا تاني مصر بدون ذكر أسماء. هم أكيد هيشوفوا الفيديو ويعرفوا نفسهم. والناس اللي ما دفعتش سمعوا الكلام وما دفعوش. ف يعني محدش يدفع فلوس في الفاضي، لأن كل جنيه أنت بتدفعه أنت أولى بيه، ولادك أولى بيه، أهلك أولى بيه، اعمل بيه أي شيء. الإقامات مقفولة في الإمارات، مفيش غير في دبي فقط. ولو مفتوحة في مكان تاني الله أعلم. أنا بس ما شفتش حد أبدا قال لي إن هو عمل إقامة في أي إمارة تانية. والأوضاع يعني ربنا يسترها وربنا يرزق الجميع. الشباب في السعودية عارفين الأوضاع إزاي، والشباب اللي هنا. والكلام اللي أنا بقوله ده يعني ده حقيقة، والحمد لله كل الناس هتشوف الكلام ده. وإن شاء الله يعني ربنا يرزق الجميع. بس الواحد بيتمنى الخير للناس. بس ما تدفعوش 30,000 جنيه في الزيارة 3 شهور وهي أصلا تمنها 6000 جنيه. بس أنا قلت لكم واللهم بلغت اللهم فاشهد، وأنتم حرين. شكرا. السلام عليكم.